إذا جعلك الله تنتظر كثيرا فكن مستعدا لتحصل على ضعف ما كنت تتمنى. اهلا وسهلا يا احلى متتبعين قناه لاله مولاتي الشماليه. فيديو جديد ونهار جديد الغزالات. فيديو ديال اليوم اقتراح الغداء وعشاء بسيط الغزالات ديالي. المهم كل واحده خيرها في دارها. نتمنى تقبلوا عليا وتقبلوا على البساطه ديالي. اليوم جيت نحضر معكم الطاوه ديال الحوت في الفران اللي كتجي ساهله وبسيطه البنات، والله العظيم كتجي واحد البنه فيها ما نعاود لكمش. غير تبعوا معايا الطريقه. ما تنساش يا اختي لو وصلتي هنايا طوطي فيديو ديالي، متنساش واحد لايك وواحد كومونتير فضلا وليس امرا، واللي مشتركش في القناه اشترك فيها باش تكون فائده ونزيد نعطي احسن فاحسن ان شاء الله. يلا معايا كوزون الطريقه ديال التحضير ديال الحوت ديالنا. المهم البنات انا هنايا خديت 3 ديال المطيشات، 3 ديال الحبات ديال الفلفله بالالوان، وعندي واحد الكالامار قطعته نقيته داكشي وقطعته، وعندي الحوته ديالي هادي. الا ما عندكمش نتوما المهم اي حوت عندكم، يعني الطاوات يمكن لكم تعملوا فيها اي حوت اللي بغيتو نتوما، ولكن هاد الحوت هذا الصراحه كيجي الحوت كبير كيجي فيها مزيون. صافي قطعت الفلفله ديالي دوائر، واخا هاد الحمراء تقسمت لي. مطيشه حتى هي قطعتها دوائر على هاد الشكل هذا. صافي الغزالات ديالي كنكمل بهاد الطريقه كامله. من بعد ما غادي نسالي غنجوز نوجد الشرموله ديالي، الشرموله ديال الحوت، يعني الشرموله المغربيه عاديه وبسيطه كما كتشوفوا. عندي هنا 3 دروسه ديال الثومه، القزبر، معلقه كبيره ديال التحميره او بابريكا، الكمون اللي ضروري، المليحه. غادي نعمل شويه انا ديال الزعتر او السحتر، عزيز عليا في الحوت صراحه، كيعطي واحد البنه واحد المذاق واعر ما نعاودكمش عليه. هنايا شبرت واحد الحمضه هكذا بقيت كنعصرها بمعلقه كتجي مزيونه. عملت شويه ديال الزيت العود او الزيت لو سيور اللي بغيتو نتوما، المهم الزيت اللي بغيتو نتوما كتعدلوه. المهم بحال هاد الشكل هكذا بديت كنفتحها كندهنها من الجناب من الوسط من كلشي ديالها. صراحه هنا شبرت عمرتها بديك الكالامار، خليت واحد شويه اللي غنزوق به وصافي المطيشه ديالي. جبت الاناء ديالي، المهم الطاوه اللي غنعمل فيها ندخل الفران. انا كتعجبني هذه ديال الزاج الصراحه كتجيني مزيونه. صافي هنا استفت فيها المطيشه ديالي على هذا الشكل هذا دائره، عملت لها شويه الزيت مليحه، عملت لها شويه ديك الشرموله اللي كانت شاطت لي، وغنحط الحوته ديالي وصافي غنبقى نزوقها عادي بديك الفلفله المهم طريقه بسيطه البنات، وصراحه كتجيب بنينه بنينه ديال بصح. هنايا غتشوفوني بنات بان انا زدت لها شويه الزيت، حيت هي مطيشه ما غطيبش في الماء، هي كتطلق الماء ديالها وخصها الزيت باش كتجي ديك لاصوص كتجي واعره واعره بزاف. زدت هنايا على ديك الشرموله اللي بقات لي زدت عليها واحد المطيشه ديال الحوك، غنضيف لها شويه د الماء، نص كاس ديال الماء، وغادي تشوفوني هنايا غنخويها غير في الجوانب هكذا. صافي هي غد ساعتك غدوز. هنايا غطيتها بابي الومنيوم وغادي ندخلها الفران. هنايا كانت باقا ما طابت ووريتها لكم هكذا الفران، حيت انا مخدمه الفران عادي ماشي الفران ديال هذا. المهم حاولت نوري لكم مراحل كاملين. هنايا من بعد ما طابت تبارك الله ما شاء الله باقا كتغلي، انتم تشوفوا لاصوص كتحمق البنات اقسم بالله العظيم. غير ديك لاصوص فنه ما تشبعوش منها، هكا تحطها في الطبيصل وتاكل بيها ما نعاودلكش. المهم كانت هذه هي الحوته ديالنا، هذا هو الطبق ديال اليوم. نتمنى الى عجبكم عافاكم. ما تنساوش شي واحد لايك واحد كومونتير، شكروني فيه ولا قولوا فيه اللي بغيتو. هنايا كنوري لكم الحوت كيف هو تبارك الله طايب طايب في وسط منا. الكالامار طايب تبارك الله، جات غزاله واحد الحوته ما نعاود لكمش الغزالات ديالي. المهم الا عجبكم ما تنسونيش اشتراك البنات، زيدوا تفاعلوا مع القناه باش نزيد نعطي احسن فاحسن ان شاء الله، وانتظروا فيديو القادم ان شاء الله يكون فيه الجديد.